في مقارنة بالأساس بين المنتخبات العربية مع الناس تزعل يعني. لا أنت عارف يعني لا تقارن المنتخب الجزائري الشقيق مع المنتخب المغربي، ما في مقارنة بالأساس، أو حتى المنتخبات الثانية. المنتخب الجزائري الشقيق مع المنتخب المغربي ما في مقارنة بالأساس، أو حتى المنتخبات الثانية. مهما تكلمت مهما قلت اليوم ما في. الأرقام تشهد. نعم صحيح. التصنيف أيضا يشهد على ذلك. نعم. تصنيف اليوم المنتخب المغربي بالتوب 10 تتكلم أنت أفضل 10 منتخبات وهو المركز السادس، فبالتالي اليوم الرقم صعب انك توصله. اذا تبغي توصل لهالمرحله عليك انك تعمل وتجتهد. فبالتالي اذا انت عملت واجتهدت ووصلت لهذه المرحله الكل بيصفق لك والكل بيقول بيشيد في عملك وبيشيد في مجهودك. لكن اليوم المنتخب المغربي يخرج خارج السرب عبد الله. نعم صحيح. هو الافضل مقارنه مع المنتخبات الثانيه. من الظلم انك تقارن المنتخب المغربي مع هاي المنتخبات. ما في مقارنه، خلاص نغلق هذا الملف. اليوم المنتخب ما في مقارنه المغربي اليوم بألسنة المدربين العالميين عبد الله هو من افضل المنتخبات العالميه. عندهم لاعبين على مستوى عالي ويلعبون في الدوريات الاوروبيه وفي افضل الدوريات واساسيه. صحيح. هذه اشياء ما في مقارنه، لا تقارن يعني واقعيه. في افريقيا تكلمنا من كاس افريقيا كابتن ميثم، في افريقيا تكلمنا من كاس افريقيا، ما في مقارنه بين المنتخبات او حتى البنيه التحتيه، عفوا. ما في مقارنه ابدا بين المنتخب المغربي وحتى البنيه التحتيه، لا تقارن في افريقيا عفوا. البطوله المقبله الافريقيه بنشوف كذلك التنظيم. اكيد اكيد اكيد، يعني اليوم هم قفزه كبيره في مساله التنظيم في الملاعب الكرويه الرائعه. اليوم عندهم قدرات وطنيه وكوادر عاليه، حتى بتسلسل المنتخبات. نعم تكلم في تواصل وفي اجيال جاي. صحيح. فتتكلم طيب. انت من فئات بطل السنيه كاس العالم، انت بطل كاس العالم في ال 17 سنه.